ذلك فقد رأت وزارة المستعمرات البريطانية أن يقوم رجلها مستر هامفر بتنفيذ مخططها بخلق مذهب إسلامي ودولة في منطقة من شرقي صحراء نجد عن طريق الاستعانة بالأسر اليهودية التي زرعت في منطقة الجزيرة العربية. ذلك المذهب كان مذهب محمد ابن عبد الوهاب، وتلك الدولة كانت دولة آل سعود. هنا يبرز سؤال ملح: كيف تم ذلك؟ الجواب يظهر من دراستنا لنشأة محمد بن عبد الوهاب والوهابية كما ذكرها كتاب تاريخ نجد لابن الألوسي، وكتاب تاريخ نجد لهاري سنت جون فيليبي المسمى عبد الله فيليبي، وكتاب الشيخ محمد ابن عبد الوهاب عقيدته ودعوته لأحمد أبو حجر آل أبو طامي، وكتاب الدرر السنية في الرد على الوهابية لأحمد بن زيني دحلان مفتي مكة. يظهر أن ابن عبد الوهاب ولد عام 1115 هجرية الموافق 1703 ميلادي بمدينة تسمى العيينة من بلاد نجد. هذه المنطقة تبعد عن الرياض حوالي 40 كيلومترا من الناحية الشمالية الغربية. محمد ابن عبد الوهاب هذا قرأ الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، كان أبوه قاضيا بتلك البلدة. أمير تلك البلدة كان يوم ذاك عبد الله ابن معمر. سافر ابن عبد الوهاب إلى مكة ثم سافر إلى المدينة، وأظهر الإنكار على زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والتوسل به وبالصالحين من أمته، ثم رحل بعد ذلك إلى نجد، ثم أتى البصرة من بعد الشام. فلما ورد البصرة وأظهر آراءه لأهلها أنكروا عليه وردوه، وبعد مدة جاء إلى بلدة حريملة من نجد. كان أبوه في تلك البلدة فأنكر عليه أبوه وزجره ونهاه، والله تعالى أعلم، قد يكون ذلك كعادة اليهود في تقسيم الأدوار. مات أبوه سنة 1143 هجرية الموافق 1731 ميلادية. أظهر ابن عبد الوهاب عقائده والإنكار على المسلمين، فضج أهل حريملة منه وهموا بقتله. لما حدث ذلك الأمر خرج ابن عبد الوهاب قاصدا العيينة مسقط رأسه ودار نشأته، وأميرها يوم ذاك اسم عثمان ابن أحمد ابن معمر. تعاهد هو وأميرها أن يشد أزر كل منهما الآخر، فترك ابن معمر لابن عبد الوهاب الحرية في إظهار فكره والعمل على نشره، لقاء أن يقوم ابن عبد الوهاب بشتى الوسائل لسيطرة ابن معمر على نجد بكامله. وكانت يوم ذاك موزعة إلى 7 إمارات، منها إمارة العيينة. ولكي تقوم الروابط زوج ابن معمر أخته واسمها جوهرة من ابن عبد الوهاب، فقال له الأخير اللي هو ابن عبد الوهاب: إني آمل أن يهبك الله نجد وعربانها. وهكذا يؤمن ابن عبد الوهاب بأن الله يهب الأحرار وما يملكون لمن يناصره في دعوته، ويجعلهم عبيدا له من دون الله، هكذا وهو يدعو أو يدعي أنه يدعو إلى التوحيد الخالص من براثن الشرك. لقد سخر ابن عبد الوهاب الدين لرجل الدنيا، وتطوع لتعزيز حكم دون أن يكون على يقين من عدله أو يأخذ منه موقفا لتحسين الأوضاع الاقتصادية وراحة الناس والعمل للصالح العام، بل على العكس، فقد وعده بملك نجد وعربانها، لا بالاقتراع وحرية تقرير المصير، بل بالحروب والغزو وإشلاء الضحايا. ومع ذلك فهو صاحب دعوة التوحيد ورسالة الإنسانية. ومهما يكن فإن التحالف بين الاثنين لم يطل عمره ولم يتم أمره، وما تمخض هذا التحالف إلا عن زواج ابن عبد الوهاب بجوهرة وهدم قبر زيد ابن الخطاب. وبلغ الخبر صاحب الأحساء والقطيف سليمان ابن محمد ابن عزيز، فأرسل كتابا إلى عثمان فأمره بقتل حليفه ابن عبد الوهاب. فلما ورد الكتاب أرسل عثمان إلى ابن عبد الوهاب وأمره بالخروج من البلدة، وطلب منه أن يختار المكان الذي يريد الذهاب إليه.
في ذات الوقت كانت عيون وزارة المستعمرات البريطانية تراقب عن كثب عن قرب رجلها ابن عبد الوهاب، فالمخطط جاهز ولم يبقى إلا التنفيذ. والصداقة حميمة بين مستر هامفر وابن عبد الوهاب، لذلك قدم هامفر لابن عبد الوهاب خطة من 6 بنود لينفذها. وأرجو ألا تنزعج أخي المسلم الكريم وأنا أذكرها عليك لأنها الحقيقة المرة. البند الأول من هذه البنود يقضي بتكفير المسلمين، إباحة قتلهم وسلب أموالهم وهتك أعراضهم وبيعهم في سوق النخاسة وحلية جعلهم عبيدا ونسائهم جواري. أما البند الثاني فهو هدم الكعبة باسم أنها آثار وثنية إن أمكن، ومنع الناس عن الحج وإغراء القبائل بسلب الحجاج وقتلهم. أما البند الثالث ففيه السعي لخلع الخليفة والإغراء لمحاربته وتجهيز جيوش لذلك، ومن اللازم أيضا محاربة أشراف الحجاز من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وآله بكل الوسائل الممكنة والتقليل من نفوذهم. في البند الرابع هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة عند المسلمين في مكة والمدينة وسائر البلاد التي يمكن ذلك فيها باسم أنها وثنية وشرك، والاستهانة بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخلفائه ورجال الإسلام بما يتيسر. أما البند الخامس فهو نشر الفوضى والإرهاب في البلاد حسب ما يمكنه ذلك. وفي الختام يأتي البند السادس وهو نشر قرآن فيه التعديل الذي ثبت في الأحاديث من زيادة ونقيصة. هذه هي البنود. أتدرون ماذا كان رد ابن عبد الوهاب على هذه الخطة؟ لقد وعد بتنفيذ كل الخطة السداسية، إلا أنه قال إنه لا يتمكن في الحال الحاضر إلا على الإجهار ببعضها، يعني لا يمكن أن يعلن عن الخطة كلها في آن واحد. وهكذا كان. وقد استبعد ابن عبد الوهاب أن يقدر على هدم الكعبة عند الاستيلاء عليها، كما أنه لم يبح عند الناس بأنها وثنية، وكذلك استبعد قدرته على صياغة قرآن جديد. وكان أشد خوفه من السلطة في مكة وفي الأستانة عاصمة الخلافة الإسلامية، وكان يقول إذا أظهرنا هذين الأمرين لابد وأن تجهز إلينا جيوش لا قبل لنا بها. وقبلت منه وزارة المستعمرات العذر لأن الأجواء لم تكن مهيئة. وهكذا تحددت معالم المذهب الإسلامي الجديد، وفي نفس الوقت كانت الدولة قد تجهزت على يد أسرة آل سعود التي يقول عنها الدكتور ناصر السعيد في كتاب تاريخ آل سعود إنها أسرة يهودية، وهذا ما أورده والله تعالى أعلم. وهنا كان لابد من الالتقاء بين المذهب والدولة، بين الفكر الوهابي وبين الدولة السعودية ليستولوا على قلوب الناس وأجسادهم. فإن التاريخ قد أثبت أن الحكومات الدينية أكثر دواما وأشد نفوذا وأرهب جانبا. اتخذت الدرعية عاصمة للحكم والدين الجديد، وكانت وزارة المستعمرات البريطانية تزود الحكومة الجديدة سرا بالمال الكافي، كما اشترت الحكومة الجديدة في الظاهر عددا من العبيد من يهود الفلاشة بأثيوبيا كانوا من خيرة ضباط الوزارة الذين دربوا على اللغة العربية والحروب الصحراوية. هذه الدولة قامت على أسس 3. الأساس الأول كراهية الآخر، يعني يكرهون غيرهم. الثاني تكفيره، يعني تكفير غيرهم. الأساس الثالث استحلال دمه وماله وعرضه. هذا الأمر قد يحتاج إلى بعض التفصيل. كراهية الآخر ليس فقط أنهم يكرهون غيرهم من أهل الشرائع الأخرى، لا، ولكن المختلف عنهم بالتدين داخل المسلمين أو ممن سماهم ابن عبد الوهاب المشركين داخل الجزيرة العربية وخارجها من الصوفية والشيعة. وطبق أتباعه هذه الكراهية بدقة، إذ كانوا لا يسلمون على الآخرين
ولا يردون عليهم السلام. وأما تكفير الآخر فقد حكم ابن عبد الوهاب بكفر الشيعة كلهم، واعتبر بلادهم بلاد حرب، وقال كما جاء في رسالته كشف الشبهات: وإن كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلاد المسلمين. وأما بخصوص استحلال دم الآخر وماله وعرضه فيرتبط هذا بالتكفير في فكر ابن عبد الوهاب، وهو يفسر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بأنها كانت للإكراه في الدين وإجبار المشركين على الدخول في الإسلام خلافا لحقائق الإسلام الثابتة. ابن عبد الوهاب كتب إلى البلدان المجاورة المسلمة أن تقبل دعوته وتدخل في طاعته، وكان يأخذ ممن يطيعه عشر المواشي والنقود والعروض، ومن أبى غزاه بأنصاره وقتل الأنفس ونهب الأموال وسبى الذراري. فليس أمام أي مسلم إذن إلا الوهابية أو القتل أو ترمل نسائه وتيتم أولاده. ومن المعلوم أن ابن عبد الوهاب لم يفتح بلدا غير مسلم من الشرق أو من الغرب، وإنما كان يغزو ويحارب المسلمين الذين لم يدخلوا في طاعته ودعوته تنفيذا لخطة وزارة المستعمرات البريطانية. لقد جاء في جريدة الصفا بتاريخ 21 أغسطس 1924 ميلادية ما يلي: والوهابية يستبيحون دم المسلمين، فقد دخلوا إلى شرق الأردن فذبحوا النساء والأطفال حتى بلغ عدد القتلى 2750 من المسلمين، وكانوا يغنون عند قتل النساء والأطفال ويقولون: هبت هبوب الجنة رايح وين يا باغيها. كيف هذا؟ نقول كيف هذا والرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه النسائي: والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ولكن لا عجب، فزعيم العصابة مؤسس الوهابية لا يرى مسلما على وجه الأرض غير جماعته، وكل من خلفه يرسل إليه من يغتاله في فراشه، لأنه يقول بتكفير المسلمين ويستحل دماءهم. هذه الأفعال تجعل الوهابية عرضة لتهم ثلاث. أول هذه التهم الكفر. لقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم. التهمة الثانية الزنا، لأن من يستحل المرأة الحرة المسلمة ويأخذها سبية ويتمتع بها فهو زان، لا خلاف في ذلك. التهمة الثالثة السرقة، لأن من يستحل مال المسلمين فهو لص سارق. فبالله عليكم، من يقتل المسلم ويزني ويسرق أيصح أن يلقب بإمام التوحيد؟ لا والله، إنه من الأئمة الذين يدعون إلى النار. وبعد، فعلينا أن نفهم ونميز بين أهل الدين حقا وبين الذين ينتحلونه لمآرب أخرى. علينا ألا نتهم أحدا ولا نثق بأحد إلا بعد أن نتعرف على سيرته من أوثق المصادر وأصحها. علينا أن نقف موقف الشك والريبة من كل فكر ورأي، ومن كل من يصفه الناس بالإمام المصلح أو المفسد المضلل، حتى يظهر الحق جليا. ولن يظهر الحق إلا بالبحث والتمحيص. ومن درس حياة محمد ابن عبد الوهاب يرى أول ما يرى أنه يفرض آراءه بالقوة، ولكن على المسلمين خاصة دون غيرهم، وكل الناس يعلمون أن أي عقيدة أو رأي يحاول صاحبه أن يفرضه بالقوة فإنه يحكم على نفسه بنفسه بالفساد والبطلان. لقد مات ابن عبد الوهاب سنة 1206 هجرية الموافق 1791 ميلادية، وسار أبناؤه على سيرته
يناصرون أبناء سعود ويناصرهم أبناء سعود.